مسا الخير عليكم، الزول عليكم صحاباتي، واش راكم لاباس؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو وانتم بكل صحة وسلامة وعافية يا رب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واش راكم صحاباتي؟ إن شاء الله تكونوا لاباس. اليوم حبيت نشارك معكم هذه التحلية البنينة والخفيفة. التحلية هذه راح نستعملها بالورق الفيلو والكريمة. نجوزو ديريكتومون للمكونات اللي عندنا اللي نحتاجها في هاد التحلية. عندنا هنايا اولا ورق الفيلو او ما يعرف عند المصريين الجلاش. على بالي عندي اخوات من مصر يتبعوني، نوجه لهم تحية بالمناسبة. هذا المكونات الثانية. عندي هنايا نحتاج للحشوة تاعي للكريمة بلوتو. نشا عندي 4 ملاعق نشاء كبار. نحتاج معاهم تاني 750 مليلتر من الحليب، يعني أقل من نص من لتر عفوا. نحتاج الحليب المركز المحلى أيضا، يعطي ذوق وقوام مميز للكريمة تاعي. هنا عندي المكسرات، عندي هنايا شوية نوازات أو البندق بالقشور تاعو. عندي كذلك نوازات بدون قشور، عندي اللوز بالقشور، وعندي بيستاش أو الفستق ليسونسيال ما يكونش مالح، ما يكونش مالح. وكما قلت لكم تاني نحتاج 750 مليلتر من الحليب، ومعهم 4 ملاعق سكر، كل واحد والذوق تاعو في الحلاوة، هذه اختياري. تقدري تنقصي ولا تزيدي، اصلا ما تحتاج بزاف سكر بس راح نسقيوها في النهاية بالعسل. هنايا عندي تاني السمن نحتاجو للتوريق، ولا مارغرين ولا زبدة، كل واحد واش يحب يستعمل، كل واحد واش متوفر عنده. هنايا المكونات عندي كيما حطينا هنايا حليب البارد تاعي، هنحط عليه السكر 750 مليلتر، انا حطيت معاها 4 ملاعق وما تجينيش حلوه بزاف بس عندي من بعد العسل. نحط عليها النشا عندي، نذكر 4 ملاعق كبار معمرين. راح نزيد عليها ملعقة صغيرة، ملعقة قهوة صغيرة فانيليا، أو ربع ملعقة أكل. أو نقدر نضيفها بعد ما تطيب الكريمة تاعي، كل واحد كيفاش. أنا هنا يعني حطيتها مع الأول، ونحط معها كمية من نيستلي. هنا ما شاء الله على اليوتيوب كاين وصفات عديدة تاع بديل الحليب المركز، هذا بديل نيستلي. حطيت هنا قيس 4 ولا 5 ملاعق باش يعطيني قوام مميز للكريمة تاعي. خلط كلش بارد في بارد ونحطهم يطيبوا مع التحريك المستمر. هنايا الكريمة تاعي سيبون، راهي عقدت، راهي واجدة. هنايا نزيد المكونات، مازال ما كملتهاش، هنا استناو عليا. هنا حطيت ملعقة كبيرة، مش كبيرة مش معمرة، ليسونسيال ملعقة زبدة. نزيد نجيب وش هو البنات، نحط لها ماء الزهر ولا ماء الورد، وش كان متوفر. انا قادت لي كميه قليله هنا. ماء الزهر العطر تاعو مميز، هذا الماركه. حطيت هنايا 3 ملاعق، انا من محبي ماء الزهر صراحه. ونزيد اهم عنصر اللي راح يمد لي طعم مميز، يعني هو الكاكاو، عفوا هو نواد كوكو، جوز الهند. حطيت 4 ملاعق كبار. وصفة تاعي يعني كلش 4 ملاعق سهلة. فوالا نخلطها بيان، نحرك مليح حتى يمتزج هذيك الزبدة تذوب. من بعد نحطو يبرد في عقلو، نغطيه بان بابي فيلم باش ما يديرليش هذيك لاكروت الفوق او القشره. هنايا اني بديت نصف في هذوك عجينه الفيلو على السنيوه اللي عندي. فضل دائما سنيوه تجي شكل دائري احسن.
باش يجي شكلها مليح. ليسونسيال هنايا ندهن اولا السنيوه بالسمن اللي عندي، ومن بعد نبدا نحط الورقه هكا سايره دايره، نزيد نحط شويه هذوك اللي شيوت اللي يجيو على الجوانب ولا اي وراق يتقطعوا نحطهم في الوسط باش تكون القاعده تاعها متينه. هكذا بين كل ورقه وورقه ندهن. هنايا اني سرعت شويه الفيديو باش ما نكونش ممله وما يكونش الفيديو طويل، ونعتذر على بالي بلي ممكن يجيكم شويه طويل الفيديو، ولكن الله غالب جربت نحذف منه ونقص. مي الله غالب كي تكون خطوات هكا مهمه ما نقدرش نحيها. هكذا نكمل العمليه تاعي. كيما قلت لكم انتم احرار تحبوا تحطوا سمن ولا زبده ولا تخلطوا بيناتهم، وش عندك. هكذا حتى ننتهي من الطبقه الاولى التحتانيه اللي تجي لتحت. صدقوني هاد التحليه تجي بنينه صراحه. انا كي كملتها عجبتني. يعني الفيديو هذا سجلته صباح كي خدمتها، ودركا هاني كمل في المونتاج تاعو باش نحطه لكم. هنا يعني كملت سي بون. هاد التحليات تقدروا تحطوها حتى عشية العيد الأضحى. كاين الناس اللي ما يحبوش يطيبوا حلويات، يقولوا لك احنا مع اللحم مع هكا ما نقدروش ناكلوا. هذه تقدروا تحطوها مع الشاي العشية ولا سهرات رمضانية، ولا يجيوك حباباتك هكا عشية. ليسونسيال هنا اني قاعده نحط في المكسرات اللي نعدتهم لكم، كنت رحيتهم مع بعضهم، خلطتهم في لاشواغ ورحيتهم. نحط طبقه مليحه، نوزعها كامله بالتساوي. فوالا. هنا راني جبت الكريمه تاعي بعد ما بردت تماما باش تشد شويه روحها في الفرن، يعني ما تخرجش هكا كي تعود لاباطا فيلو تاعنا الطيب، لازم تبرد. صدقوني ريحتها ريحه المزهر ونوات كوكو، يعني والله صدقوني رائعه يا البنات، جربوها. مشي الكريمه فرها كامله. فوالا. الآن نكمل الكمية المتبقية تاعي تاع المكسرات. هنا المكسرات أنا ما ضفت لها حد شي، مكسرات وحدها رحيتهم مع بعضهم خلطين، وخليت كمية قليلة هكا باش نزين بها الفوق. بعد كي نكملها راح تشوفوا الشكل النهائي تاعها. نزينها ونرجعها في الثلاجة تبرد، وتتقدم مع جو ولا لاتاي. هكذا دركا نرجع نغلق عليها بالعقيلة، وكالعادة نرجعو بين كل طبقة وطبقة ندهنو التشريبة تاعي تاع السمن. هنايا السمن راه خلص لي، نزيد ندوب كما قلت لكم بين كل طبقة وطبقة باش نضمنوا انه هذوك الطبقات الاوراق اللي لداخل يجيو مقرمشين، ما يقعدولناش معجنين. باسكو لاباطا فيلو سهله انها تتقرمش وسهله انها تيبس، جوست تقيسها سخانه سي بون. دونك لازم ندهنوها سوا، ندهنوها مليح. شكل داخلي ما يهمش نغلق عليها نورمال، باسكو كي نكمل الغلق
راح نغطيها بورقة من الأوراق هادو من عجينة الفيلو اللي تكون مليحة مسقمة ما تكونش مقطعة. يعني راح نكمل نغلق الطبقات هادو حتى نكملهم كامل. ابخي نجيب ورقة اللي ما تكونش مقطعة نغطي هادوك الطبق نغطي السنيوة تاعي وندخلها على الجوانب، ومن بعد نزيد ندهنها ونجيب سكينة، لازم سكينة تكون ماضية، نقسم نحدد الشكل تاعي مي نقسم كيما نديرو البقلاوة هكا نقسم غير من الفوق الشكل اللي نحبو أنا كل واحد كيفاش إذا كان السنيوة تاعك صديبة مربعة ولا، من بعد راح تشوفوا الشكل النهائي كيفاش قسمتها. ومن بعد كي نخرجها من الفوغ تاعي نسقيها بالعسل، هي سخونة أكيد لازم نسقيها بالعسل يكون بارد، وإذا كان خليناها بردت شوية نسقيها بعسل يكون سخون. هكذا نكمل نواصل العملية تاعي كيما قلت لكم، ومن بعد نزيد نغلفها بورقة مليحة ماشي مقطعة من الفوق، ونقسمها ونحطها في الفرن، نزيد لها دهنة نهائية بالسمن تاعي ونحطها في الفرن تاعي يكون ساخن ديجا، هنايا اني حطيته يسخن مدة الطهي يعني حتى تشوفها ولات دوغي مايلة شوية على الحمورة، ما تخليوهاش تحمر بزاف، وجست كي نخرجوها كيما قلت لكم نسقيوها بالعسل ونزينوها ونحطوها في الفريجيدير تزيد تبرد بيان، نحطوها العشية مع القهوة تاعنا ولا لاتاي كيما قلت لكم. هنايا درك نكمل ونعطيلكم الشكل النهائي تاعها، ها هو كيفاش خرجت دوغي ما خليتهاش تحمرت بزاف، حتى الجوانب شوفوا كيفاش والله رائعة ومقرمشة. الجوانب تاعها محمرين بيان. هنايا دوك نعطيها لكم مقسومة، ها القوام تاعها لداخل، حتى الكريمه شاده روحها مع هذاك نوع كوكولي فيها. واش نقول لكم صدقوني البنات شهيتكم في الجنه، والله بنينه تهبل، جربوها والله ما تندموا. هنايا زينتها بالمكسرات والورد مجفف. ان شاء الله تكون عجبتكم حبيباتي، الى اللقاء في وصفه قادمه، سلام.